انا بشكرك يا دكتور توفيق على كلام حضرتك الجميل ده، بس احنا من وجهة نظرنا بنعمل ده عشان خاطر كلامك الجميل ايه؟ ما انت قاعده شايله طاجن ستك من اول الحلقه ومن امبارح. يلا اشكرك. طيب هرجع تاني لموضوع الشائعة اللي تم اطلاقها من شويه. هي الست حميده اسمها حميده ايه؟ اسمها حميده ايه يا حياه؟ اسمها حميده احمد جمال سليم، جمال الدين. حميده حميده جمال ايه؟ الدين سليم، احمد جمال الدين سليم. مش عارفه اسم حماتك يا حياه؟ من 10 سنين بقى، مش فكرني دلوقتي يعني. مش 10 سنين؟ اه اللي انت اتحالتي على المعاش؟ لا هي كانت حماتي من 10 سنين. هي مستخبيه في البياضيه باين؟ طب انا ببلغ مباحث امن الدوله. فين؟ رجعت تاني الاقصر، هي كانت من يومين في البياض. ببلغ مباحث الامن الوطني، وببلغ خالد ثروت، وببلغ مدير الامن الوطني في الاقصر ان هي كانت هربانه في البياضيه ورجعت تاني على بيتها في الاقصر، وهي اللي خطفت البنت حياه الوسطانيه وعملت منها درع بشري في مظاهرات الاقصر بتاع الاخوان. والله يا دكتور انا ما بناشدش حد ومش عايزه اناشد حد، لان ما حدش بصراحه يعني، خليني اقولها على الهوا كده، ما حدش في الجهات دي، ما حدش واقف جنبك. انت مكسوفه تقولي. بص يا حياه، معلش، الفريق المشير عبد الفتاح السيسي النهارده قال الصبر سينفذ، ولكن انا مش عايز صبرك ينفذ، لان ثق ان البلد بتمر بظروف، الناس دي مشغوله في المعركه دلوقتي. اول ما نيران المعركه هتسمح بان احنا نناشد هؤلاء سوف نناشدهم بمساعدتك. خلاص بقى حياة بقى، كل معلقتين عسل ابيض بقى. يا عمان، يا عمان، رأفة بان انت ما بتحبش تمد ايدك في جيبك، هتلاقي عسل اسود كيلو ب6 جنيه باين يا عماد، ولا ب7 جنيه. يلا. طيب نرجع لموضوعنا وموضوع الاشاعه اللي طلعت على حضرتك من شويه باطلاق النار. في ناس كتير بعتلنا في الرسائل بتسال. ناخد فاصل. اطلع فاصل يا عماد، اطلع فاصل يا عماد.